الترجي والاهلي او الاهلي والترجي وديربي عربي قوي في دوري ابطال افريقيا، والدنيا مولعه بدري بدري. من الماتشات القاتلة. قمه كبيره جدا ما بين اكبر طبعا. ناديين جماهيريا صح. وفوز بالبطولات. خلي بالك الاتنين مع بعض تقريبا حاصلين على تقريبا 20 بطوله او 18 بطوله مع بعض. فمباراه ليها حسابات كتير جدا للفرقتين. جماهير الترجي مولعه الدنيا بدري بدري طبعا. اثاره مشتعله واجواء ما بين السطور يا بابا هنتكلم عليها، وفرصه ذهبيه للترجي في هذه المواجهه للعودة لرحلة الانتصارات على النادي الأهلي مرة تانية. لا، وخاصة ان الفرقتين من اكبر الفرقتين اللي حاصلين على البطولة. طبعا اكبر فرقتين طبعا. خلينا نقول ايه حظوظ الترجي وايه حظوظ الاهلي، وليه الترجي فرصه اقوى من الاهلي والجماهير وتقدير الكاف. كل الكلام ده هنتكلم فيه النهارده، ومشكله محمد علي بن رمضان. خد بالك، انا شايف ان فرص الاهلي قدام الترجي اقل من فرص الترجي قدام الاهلي. طبعا مش عايزه كلام. هنتكلم عن المواجهه مبدئيا يا بابا. المواجهه دي مواجهه تاريخيه. اخر مواجهه جمعت بين الفرقتين كانت في 2024 وتتويج الاهلي ببطوله دوري الابطال، وكان في النهائي وفاز فيها الاهلي بنتيجه 1-0 وانتهت في رادس بنتيجه 0-0. طبعا كان مواجهه قويه جدا، وتقريبا دي كانت اخر بطوله يفوز بيها الاهلي بدوري الابطال. تقريبا. اخر انتصار للترجي على الاهلي ايضا كان في نهائي دوري ابطال افريقيا 2018، ودي كان اخر بطوله فاز بيها الترجي عام 2018. أيوة. كانت بنتيجه الثلاثه بنتيجه كبيره، كانت بنتيجه 3-0. اذن الاثنين اخر فوزين لكل فريق كان ببطوله. صح. يعني تصور اخر فوز لده كان ببطوله، واخر لفوز بده كان ببطوله. الترجي يكسب الاهلي ياخد بطوله، الاهلي يكسب الترجي ياخد بطوله. المره دي بيتقابلوا في دور الثمانيه يا بابا، دور ربع النهائي، ومواجهه قويه جدا جدا جدا، واستعدادات الجماهير مولعه الدنيا. خلينا نتكلم ليه الترجي كفته مايله عن الاهلي. اولا الترجي في فرصة ذهبية بحضور جماهيري كبير ب 35,000 متفرج هيكونوا حاضرين في ملعب رادس في يوم الأحد القادم يوم 15/3. مواجهة هتبقى قوية جدا جدا. الجماهير انت عارف جماهير المكشخين لما بيحضروا في الملعب بيولعوا الدنيا. ايضا الاهلي هيتحرم من نقطه الجماهير بالظبط بعد العقوبه الموقعه عليه من الكاف بغياب الجماهير لمباراتين متتاليتين. ادي اللي بتعمله الجماهير في فرقها. بالظبط. طبعا عايز اقول لك دي ضربه قاسمه لجماهير الاهلي ولفرقه الاهلي امام الترجي. خلي بالك الترجي المباريات اللي بيبقى فيها حضور جماهيري الجماهير بيبقى ليها عامل كبير جدا في تحقيق النتيجه دي. دي اول نقطه بتقلل فرص الاهلي وبتزود اولويه الترجي للفوز بالبطوله بالفوز بالمباراه قصدي، ونقول ان المباراه مايله كفه الترجي نسبيا. بالظبط. بالاضافه كمان يا بابا ان الترجي بيقابل استقرار فني، استقرار اداري، استقرار في المستوى الفني، ومتصدر مجموعته، متصدر الدوري بتاعه متصدر الدوري التونسي برصيد 53 نقطه. فرق بينه وبين اقرب منافسيه الافريقي نقطتين. فاذا الترجي متصدر الدوري التونسي، الفتره اللي فاتت يعني زي ما تقول بيستمتع باستقرار اداري واستقرار فني. اخر 6 مواجهات للترجي فيهم 5 فوز و1 تعادل. ماشي. على العكس خالص الاهلي لسه خارج من هزيمه امام حرس الحدود. وبخلاف الهزيمه الاهلي مستوى فني متدني من 5 مباريات فاتت. طبعا رغم ان خلينا نقول ان السكواد اللي موجود في الاهلي يفرق فرق كبير لصالح الاهلي عن الترجي كقيمه تسويقيه. لعيبه الاهلي اعلى قيمه تسويقيه من الترجي، ولكن هنا الحضور الجماهيري، الاستقرار الفني، الاداء خلال اخر 5-6 مواجهات، الحاله النفسيه بتاعت الاهلي، الحاله النفسيه، التدعيم في الجمهور، كل الكلام ده يصب في مصلحه الترجي. لذلك الترجي ليه اولويه في هذه المواجهه. بالاضافه كمان يا بابا ان جماهير الترجي ناويه تولع
الدنيا على محمد علي بن رمضان. انا عايز اقول لك ده نصيبه ده محمد خير. علي بن رمضان طبعا لاعب الاهلي المنتقل حديثا الى الاهلي. طبعا محمد علي بن رمضان لمع وتوهج مع الترجي، وليه صولات وجولات مع الترجي، صح. وايام جماهير الترجي ما تنساهاش. صحيح. النهارده بعد ما كان اسمه بيتنادى بيه في الملعب والمدرجات وملعب رودس وكل الكلام ده، الجماهير الترجي النهارده بقى قايمه عليه عايزه تفترس طبعا، لانه بعد ما كان معاهم دلوقتي بيلعب منافس عليهم. فخلينا نقول عاملين له كانوا جايبين تصوير كده للجلسه التدريبيه او التدريبات للترجي، وحضور جماهيري غير طبيعي في التدريبات، في التدريب، وشماريخ ومولعين الدنيا. وخلي بالك الشماريخ دي هنتكلم فيها برضه في المباراه عشان هنتكلم عن تهديد او تصريح الكاف لجماهير الترجي. ولكن من ضمن البوسترات اللي رافعينها والتيفوهات بوستر ل50 جنيه مصري معدود عليها صورة محمد علي بن رمضان. انا عايز اقول لك البوستر ده وقعني ضحك. الجماهير بتعمل حاجات. ايه الذكاء ده؟ ايه الذكاء بتاع جماهير الترجي ده؟ حاجه ممتازه. فطبعا عايز اقول لك محمد علي بن رمضان اصلا مستواه وحش مع الاهلي الفتره اللي فاتت. فهل نفسه وحش الفتره بالظبط. فهل انا بيتهيألي محمد علي بن رمضان مش هيبقى موجود في التشكيله الاساسيه للاهلي امام الترجي ذهاب واياب؟ لسه كنت هقول لك، لانه هيخرج بره تركيزه بشكل كبير جدا. نرجع نتكلم برضو على تهديد او مش خلينا نقول تصريح الكاف. ايوه، الكاف بعد العقوبه اللي وقعت على النادي الاهلي يا بابا مطلع تصريح مستحلف للترجي، مستحلف لجماهير الترجي. خلي اللي هيغلط هلبه. طبعا طلع تصريح وقال في مباراه الترجي والاهلي اتمنى الانضباط الجماهيري لجماهير الترجي في ملعب رادس. ممنوع شماريخ، ممنوع ليزر، ممنوع كل المخالفات دي هيكون ليها عقاب بالمرصاد طبعا. والترجي في مباراته دي ومباراته التانية في القاهرة لابد ان يخلي باله من النقطة دي، علشان غياب الجمهور هيأثر كتير جدا على الترجي. انا عايز اعرف هل الحماسة انا عايز اقول لك يا عم ده في التدريبات كانوا بيولعوا شماريخ. طب عايز ايه بقى؟ يعني انا مش عارف هيعملوا ايه في الاستاد. هيولعوا لعيبة الاهلي. فطبعا مباراة مهمة، مباراة كبيرة جدا ما بين اتنين كبار في افريقيا يا بابا، ديربي كبير. بنتمنى نشوف كرة حلوة. بص، رغم كل اللي بنقوله ده وتوقعاتنا واحلامنا وكل الكلام ده، المباراة طبعا مباراة وليها ظروفها. خلي بالك من حاجة، من خلال ال5-6 مباريات السابقة الأهلي ليه الكلمة العليا في مباراته أمام الترجي. حلو. يعني آخر 6 مواجهات الأهلي كسبان في 5 ومتعادل في 1. أيوة، بس نفسية الأهلي في ال5 مباريات غير دلوقتي. طبعا زي ما اتكلمنا آخر فوز للترجي كان 2018 في نهائي أفريقيا الشهير. أيوة. وآخر فوز للأهلي كان في القاهرة بنتيجة 1-0 الشهيرة برضو اللي فاز بيها الأهلي بدوري الأبطال. بتدل على صعوبة المباراة اللي كانت صعبة جدا 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 جدا. بالتوفيق للفرقتين، بالتوفيق للترجي وجماهيره، بالتوفيق للاهلي برضو. بنتمنى احنا زملكاويه. لا بس هكذب عليك لو قلت لك اتمنى الاهلي يكسب. احنا بنحب كرة الترجي، خلي بالك. يعني الترجي، جماهير الترجي في كل مكان احنا بنحب كرة الترجي جدا، لانها كرة قريبة من كرة الزمالك. فاحنا عايزين عزائنا الوحيد ان احنا نتفرج على مباراة حلوة. بالظبط، ده اللي احنا عايزينه. مباراة تبقى جماهيرية من طراز رفيع. طبعا مباراة تبقى كبيرة جدا ما بين 2 من شمال افريقيا كبار وليهم باع طويل في دوري الابطال. بالتوفيق للكرة التونسية وبالتوفيق للكرة المصرية باذن الله. ده سفير تونس وده سفير مصر. كنا نتمنى انه جماهير الاهلي يكون حاضره. احنا بصراحه عشان نتفرج هتبقى حضور جماهيري كبير، ولكن حرم الاهلي بسبب عقوبه الكاف. وما زالت الفرصه للترجي للابداع في ملعب رادس. طبعا بنتمنى التوفيق في المباراه دي، والاحسن والافضل واللي جاهز اكتر ودارس المنافس اكتر هو اللي يفوز. وهنقول له مليون مبروك ونقول هارد لك للمنافس. كان معاكم نادر نشأت نسيم. سلام.